اول مره يحصل اي فيرتشوال ايفنت للفانز من اي سمارت فون كومباني. السنه دي هيكون بقى في اي او تي برودكتس كتير بقى زي الريلمي ووتش اس. الوان موبايل ريلمي 7. فتحي يا جماعه هو رقم واحد. النتيجة ايه؟ اوه، ماندو نزل المركز الثالث، سعداني رجع المركز الاول، وحسن لسه المركز الثاني. مبروك. مبروك يا محمد يا ايمن. مش عارف افكر دلوقتي، بس اكيد هيبقى موبايلي الاساسي يعني. النهارده هنقل لكم تجربتي لساعة مين سمارت ووتش اس جديد. جبت الريلمي 3 وبدأت أصور بيه وكده، فلقيت فعلا ان الصور كويسة والألوان كويسة. دي أول مرة أشوف جهاز الصراحة في الفترة القصيرة دي يشحن لي البطارية شبه بالكامل. دايما تبهرنا. هو تقدر تشير فيه كل حاجه ليها علاقه بتجربتك مع الموبايل، هتلاقي فيه اخبار ريلمي كلها، كل حاجه ليها علاقه بريلمي موجود. ده غير طبعا الاكتيفيتيز الكتير جدا اللي هتبقى موجوده عليه. انا كنت مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده، ومبسوط جدا من الايفنت ده. يا رب تكونوا مبسوطين بيه. شكرا جدا لكل الناس اللي كانت موجوده النهارده.